ليه بننتكس بعد ما نبدأ نلتزم في الصلاة؟ كتير مننا بيبدأ يحافظ على الصلاة بحماس، لكن بعد فترة يرجع يتكاسل أو يضيع بعض الفروض، وده بيحصل لعدة أسباب، وأهمها: واحد، إحنا مش مخططين للصلاة دي من يومنا. مثلا وقت الظهر ممكن تكون نايم أو ماسك الموبايل أو منشغل بأي حاجة تانية. المغرب والعشاء غالبا بتكون مثلا بتتفرج على الماتش أو خارج مع أصحابك أو حتى قاعد بتستمتع بوقتك. فجأة لما تبدأ تلتزم في الصلاة تحس إنك بتضحي بحاجات كنت مستمتع بيها. يعني مثلا لو أنت كنت بتتفرج على الماتش وفجأة يجي وقت الصلاة فبتقوم تصلي، لكن دماغك لسه مع الماتش، ده هيخليك مش مركز أو تحس إن الصلاة حمل بدل ما تكون راحة. اتنين، من صغرنا متعودناش نحط مواعيد الصلاة في يومنا. اتعلمنا نحط وقت للمذاكرة، للأكل، للخروج، حتى لمسلسل معين، لكن الصلاة للأسف بنأجلها أو بنحطها على حسب الفراغ. الفرق الوحيد هو صلاة الجمعة اللي كلنا بنحاول نحافظ عليه. تلاتة، أحيانا بنصلي بس عشان نرتاح من تأنيب الضمير، مش لأننا حاسين بأهميتها. لكن لو فكرنا اللحظة هنلاقي إن الصلاة مش مجرد فريضة، بل بالعكس راحة نفسية ووقت بتفصل بيه عن هموم الدنيا كلها. طب إزاي نتغلب على الانتكاسة ديت؟ واحد، ربط الصلاة بروتين يومي ثابت. زي ما بنحدد وقت للأكل أو الشغل، نحط وقت للصلاة. لو مثلا بتتفرج على الماتش خلي عندك قاعدة: لما الأذان يأذن أقوم أصلي وأرجع أكمل. صدقني الماتش مش هيفوتك، لكن الصلاة ممكن تفوتك. اتنين، الاستعداد للصلاة قبل الأذان. جرب قبل الأذان بدقيقتين تقوم تتوضى وتكون جاهز بدل ما تستنى لحد الإقامة عشان تقوم تتوضى. تلاتة، غير نظرتك للصلاة. بدل ما تفكر إنك بتضحي بحاجة عشان تصلي، فكر إنك بتاخد راحة نفسية، والصلاة هتديك طاقة أكتر وهتساعدك تركز في يومك بشكل أفضل. أربعة، الصلاة مش وقتها طويل. لو حسبتها هتلاقي إن الخمس صلوات كلها ممكن تاخد منك حوالي من 25 ل30 دقيقة بس في اليوم كله. وقت بسيط جدا مقارنة بباقي وقتك على الموبايل أو إنك تشوف فيديوهات. خمسة، اطلب المساعدة من ربنا. لو حاسس إنك ضعيف أو بتتكسل عن الصلاة، ادعي ربنا إنه يعينك عن الصلاة. الخلاصة من الموضوع كله: الانتكاسة بعد الانتظام في الصلاة شيء طبيعي، لكن المهم إنك ما تستسلمش. الموضوع محتاج تدريب، وكل ما تحاول هتلاقي نفسك بتتعود أكتر. الصلاة مش بس فريضة، دي راحة نفسية، والجنة تستاهل إنك تتعب شوية، مش كده برضه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.